هذه بنت عمرها 18 سنة تعيش في شمال المملكة، الظاهر في رفحة، في الحدود الشمالية، في الأماكن هذه. البنت هذه عندها 17 أخ، 12 منهم إخوان أشقاء، و4 منهم إخوانها من أب، وعندها واحد أخوها من أمها. ركزوا، عندها واحد أخوها من أمها. البنت هذه أصيبت بمرض السرطان، شخصوا حالتها فثبت أن البنت عندها مرض السرطان. نقلت البنت إلى الرياض، إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض، وعملت لها التحليلات وبدأ معها في العلاج. أشاروا عليها إنها لو قدرت تطلع تعالج برا المملكة، في ألمانيا تحديدا، فرصة كبيرة بإذن الله إنها تشفى. طلبت البنت هذه من أخوانها إنهم يساعدونها وإنهم يفزعون لها. أخوانها اعتذروا، ظروفهم المادية صعبة فاعتذروا. أخوها من أمها كان يزورها ويتردد عليها، وهو رجال وضعه المادي متوسط الحال، يعني عنده بيت ملك، بيت متواضع ملك، ومتزوج وعنده عيال، فجاي يزورها. فقالت له أخته: يا أخوي فلان لا تتخلى عني، أنا طالبتك لا تتخلى عني، يا أخوي فلان أنا محتاجتك. قال لها: أبشري أبشري، أنا عند وجهك، أبشري باللي تامرين به، والله لو وديت تتعالجين، لو أبيع اللي وراي واللي دوني يا خيتي. وفعلا راح رجع للشمال وعرض بيته للرهن، رهن بيته على أنه يأخذ مبلغ، يقترض مبلغ، وإذا ما سدده طبعا يأخذ البيت. قالت له زوجته: ليه ترهن البيت؟ قال: هذه أختي وتبي فزعتي واستفزعت بي واتركها. قالت: ما هو بواجب عليك تصرف عليها، أنت وضعك المادي تعبان، ولا وخلاص ما تقدر. قال: لا، أفزع لها، وبما أنها طلبت مني الفزعة والله ما أتركها. قالت لها: جل طلقني. قال: اللي تشوفينه، اللي تبينه. قالت: أنا بروح لأهلي. قال: روح الله يستر عليك. فعلا عرض البيت للرهن واستلم المبلغ يا جماعة الخير، وخلص الإجراءات وأخذ أخته إلى ألمانيا. جلسوا في ألمانيا تقريبا 8 شهور، ثم الله سبحانه وتعالى توفى هذه البنت. البنت طول ما أخوها معها يخدمها ويشيلها ويوديها، دائما تدعي له: يا رب أنك تعوضه خير، يا رب أنك ترزق خيي، يا رب أنك تفتحها بوجهه على ما يسويه معي يا رب العالمين. ماتت البنت، خلصوا الإجراءات وجابوها من ألمانيا إلى الشمال، دفنوها. هذا الرجل كان يتعرض للوم وعتب من جماعته وبعض جماعته، يعني: أنت دخلت نفسك في ديون، أنت تركت وظيفتك وخسرت وظيفتك، أنت زوجتك زعلت وراحت لأهلها، أنت وضعك، أنت يا أخي شفها ماتت، إيش استفدت أنت؟ قال لهم: يا جماعة الخير الله يخليكم، لا أحد يكلمني في هذا الأمر، الله يغفر لخيتي ويرحمها، يجعلها في عليين، أنا والله ماني بندمان على اللي سويته. الرجال مسكين لا وظيفة ولا شيء، بدأ يدور يمين يسار وظيفة، توظف. طلب زوجته، قال لها: يا بنت الحلال نرجع ونشوف أمورنا. قالت: لا والله اعذرني ماني براجع. أقل من سنة يجيه اتصال تلفوني: السلام عليكم. وعليكم السلام، من الطريف، من جماعة لهم بالطريف. السلام عليكم. وعليكم السلام، شلونك يا فلان؟ طيب فلان، أنت جاك ورث كلالة. الورث الكلالة يا جماعة الخير هو الورث اللي يكون عن طريق الأم، يعني يكون الرجل ما عنده أحد يرثه من أخوانه وأبنائه وآبائه وأجداده، فيورثون إخوانه من الأم. فقالوا له: أنت جايك ورث كلالة.
أرض في المكان الفلاني أرض ضخمة بآلاف الأمتار، وفي مكان ممتاز. قال لي والله أنت ما أنت بفلان ابن فلان الفلاني؟ قال له. قال خلاص تجينا تراجعنا عشان نخلص الإجراءات وينقل الصك باسمك. وفعلا يروح الرجال، ورا فعلا الرجال وارث، ويخلصون الإجراءات ويسجلونها باسمه. يجي يا جماعة الخير ويبيع جزء من الأرض، جزء بسيط باعه، يروح يفك الرهن عن بيته، ويروح بارك الله فيكم وينقل البيت باسم عياله، ويروح يطلق زوجته، ويروح البيت أهلها، السلام عليكم وعليكم السلام، أنا جاي، هذه ورقة طلاق فلانة، هي طالبة الطلاق مني ولها سنة ما رجعت لي، فهذه ورقة طلاقها. يا ابن الحلال يهديك اصبر. قال لا، أنا حاولت وهي خلاص، هي تبي الفلوس وتبي المادة، هي ما بقت علي، فأنا ما أقدر الله أبقى عليها، ولا عاد أثق فيها صراحة، أنا ممكن تتخلى عني في أي لحظة. وهذا صك البيت كتبته باسماء عيالي، عنده الظاهر ولدين منها، باسماء عيالي، فهي تسكن هو وياهم في البيت. وسطت أهلها، قالت كلموه يرجعني، كلموه أنا ندمانة أنا آسفة. قال أبدا، أنا ما عاد لي نفس. يا جماعة الخير، هو الأصل أنه يحاول يعفو، لكن بما أنه صدت نفسه كره خلاص. راح الرجال يا جماعة الخير، وبقية المبلغ اللي باع فيه جزء من الأرض راح واستثمر الأرض واستثمر في المواشي، وأصبح من التجار. يقول هو أنا أظن والله أعلم إن الله سبحانه وتعالى استجاب لأختي، لأني أنا سامعها بإذني وهي على فراش الموت في آخر أيامها تقول يا رب يا رب إنك تصب الخير عليه صب، يا رب إنك تبارك له بوقفته معي وصبره على مرضي. وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ يا جماعة الخير، ترى البر والصلة والفزعة للأخوان ترى فيها خير كبير. يا جماعة الخير، حاول دائما تكون بسيط وسمح، حاول دائما تساعد باللي تقدر عليه. ما نقول يعني تساعد لدرجة أنك تتضرر، لا. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يعني الزيادة اللي تزيد عنك لا تنسى أهلك وقاربك وجماعتك وجيرانك اللي حولك.